هاي، أنا ناردين فرج والنهاردة هجاوب على أسئلة شاي 50. اوصفي دور ماجدة في صوت وصورة في جملة. شريرة، ما بتهزرش، بتزعل أي حد وهتوصل لأي هدف هي عايزاه. أكتر حاجة شدتك لدور ماجدة؟ مختلفة جدا عن أي دور تاني عملته قبل كده، فحسيت إنها اتس تشالنج، تحدي، ومبسوطة طبعا بردود الأفعال جدا. كمان رحتي محكمة قبل كده؟ خالص، أول مرة أروح المحكمة واحنا في التصوير ودخلت بقى جوه، يعني دخلت قاعة المحكمة نفسها، قلت لهم اول مرة يا جماعة اروح محكمة فعليا يعني. هل قابلتي شخصية زي ماجدة قبل كده؟ لا. ايه المشهد اللي حبيتيه في صوت وصورة؟ انا عندي كذا مشهد بصراحة حبيتهم في صوت وصورة. حبيت قوي مشهد انا وصدقي مع بعض لما جالي المكتب وفي البينج بونج ده. مشاهدي كلها مع وكيل النيابة، لان برضو كان فيها التلاعب بالكلام والكلام المتبطن، فده حبيته قوي قوي. حاجة اتعلمتيها من شخصية ماجدة المحامية؟ لمت شعري. اللي مش هعملها تاني على فكرة، خلاص زهقت. من وجهة نظر المشاهد كنت تتوقعي مين قتل عصام غير وليد؟ كنت تتوقعي مين قتل عصام غير وليد؟ توقعت انه ممكن يبقى ابنه الكبير، لانه كان في الخناقه لما ظهرت موضوع الخناقه، وده انه ممكن يكون اتخانقوا وقتلوا غصب عنه، يعني ان حصل خناقه وكان في سكينه وات ايفر، فده كنت حاسه انه ممكن يبقى احلى بلاف. هل توقعتي الناس تكره ماجدة للدرجه دي؟ لا طبعا، انا بجد مكروهه جدا. انا لسه النهارده شايفه فيديو وانا جايه اللي هو يا شيخه كفايه بقى يا شيخ. اكتر رد فعل فاجئك من الناس عن دور ماجدة؟ طبعا شعر ماجدة جنن الناس بطريقه رهيبه، انا ما كنتش متوقعه كده في حياتي. واكتر حاجه كمان فاجئتني ان انا لقيت صورتي محطوطه جنب يعني اعلانات كده ان دي البرودكت يا جماعه اللي ممكن تستخدموها، وماجدة كانت بتستخدمها، واكشلي انا كنت بستخدمها. هم عرفوا منين؟ انا مش عارفه لحد دلوقتي، عندي انبهار. هل دور المحاميه الجد اثر على شخصيتك الحقيقيه؟ جدا جدا. انا ابتديت اتكلم في البيت بايدي قوي وكده، وانا بتكلم مع جوزي او عيالي وكده، ناردين ده مش انتي، بطلي تتكلمي بالطريقه دي في البيت لانه بجد كده غلط. هل في اي حاجه جديده شغاله عليها؟ لا حاليا ما فيش اي حاجه بتحبيها في شخصيتك؟ بحب الصراحه جدا. اكتر مكان نفسك تروحيه؟ عايزه اروح الهند جدا جدا، يعني it's on my bucket list. كتاب مفضل ليكي؟ انا من وانا صغيره The Little Prince كان من احلى الكتب اللي لحد دلوقتي بحبها جدا. يعني اكتر فيلم اثر فيكي؟ اقول لك مش فيلم بقى، سيريز عجبني قوي، The Undoing. Guilty Pleasure؟ شوكليت اكيد. ازاي بتتقبلي النقد؟ بصي ما بفكرش خالص فيه، بقراه طبعا وبحب اشوف راي الناس ايه في اللي انا عملته، يعني عشان لو في حاجه ممكن احسنها، بس مش بقراه علشان يعني هيفرق لو هو حاجه بناءه، يعني مثلا حاجه في طريقه تمثيلي او في طريقه تقديمي، اكيد بحب اعرف الحاجات دي عشان اغيرها واحسنها. نصيحه تقوليها لنفسك وانتي صغيره؟ ما تتوتريش يا ناردين، ما تتوتريش، كل حاجه هتحصل يعني، بس بالراحه، مش لازم تتوتري. اكتر لحظه كنتي فخوره بنفسك؟ فخوره ان انا عرفت اعمل ماجدة بالطريقه اللي المخرج كان شايفها واللي الناس في الاخر تفاعلت معاها. اكتر ذكرى بتحبيها؟ يعني ببقى فخوره قوي لما بشوف ولادي بيعملوا حاجه، بيقدروا يحققوا حلم من احلامهم، حتى لو حلم بسيط بس هو مهم بالنسبه لهم. اكتر تحدي كان صعب؟ بيبقى تحدي لما انا هقبل دور عشان اعمله، لان طبعا انا جايه من حته تانية خالص، يعني جايه من الاذاعه، اتس كومبليتلي ديفرنت. طريقه الالقاء، ازاي بذاكر ورقي وانا بقدم. كان ايه حلم الطفوله؟ لقيت واحده صاحبتي مره جايبه لي ورقه كده، بروجكت كنا عاملينه في المدرسه، ان انا مره كنت بقول ان انا هبقى مذيعه وهبقى مشهوره. حققتي كام في المية من احلامك؟ بصي انا في عندي ترانزيشن معين، ما بقتش احلم بحاجات، اهداف عايزه احققها يعني. كل اللي انا عايزاه از هابينس. اهم درس اتعلمتيه؟ مش عايزه افكر، يعني مش عايزه احسب واحسبها صح ازاي، هي هتيجي وقت ما تيجي. حاجه ندمتي عليها؟ بدي الحاجه اكبر من حجمها جدا، فبقى متوتره طول الوقت، فبندم بعد كده. الموضوع كان سهل يا ناردين. اول نجاح كان الراديو. هوايتك المفضله؟ بحب العب رياضه قوي. اكتر نوع فن بتحبيه؟ اكشلي بحب اتفرج على دراما يعني، ودوكيومنتريز كمان، بحب قوي اتفرج على الحاجات دي. مهاره الناس ما تعرفهاش؟ بهتم قوي بالنيوتريشن، وببقى فاهمه كويس قوي ايه الاكل اللي ممكن تاكليه علشان تخسي او تو بيلد ماسلز، او يعني ببقى فاهمه كويس قوي ايه ازاي ممكن تعملي ديتوكس، ازاي
شاطره في الحته دي. حاجات بتحبي تجمعيها؟ كريمات بقى الوش، احب اجمع بقى كده واستف. اكتر تجربه مختلفه، انا بالنسبه لي ماجده كانت تجربه مختلفه بصراحه، لانه كان دور بعيد جدا عني، محدش كان متوقع خالص ان انا ممكن اعمل دور حد شرير ويطلع حلو. موهبه كان نفسك تكون عندك؟ كان نفسي اغني قوي، يعني انا اصلا كنت بغني وانا صغيره. حاجه نفسك تتغير في شخصيتك؟ باخد الحاجه على قلبي قوي، يعني I'm a perfectionist actually، دي حاجه برضو عايزه اغيرها. لأ. اكتر حاجه بتكرهيها؟ بكره الكذب. اكتر حاجه بتشجعك؟ يعني جوزي سبورت سيستم، بيشجعني جدا. مين اكتر ممثل الهمك؟ يعني طبعا منى زكي بالنسبه لي، هو لما اشتغلت معاه في نيوتن حقيقي كان بالنسبه لي حاجه خطيره. فراج بالنسبه لي كان رائع. حاجه حببتك في التمثيل؟ حبيت قوي فكره ان انا ممكن اعيش حياه حد غيري for a specific time. يعني ساره حبيتها قوي في غرفه 207، حبيت ان انا ممكن اعيش شخصيه مش انا ماجده واشوف الناس دي بتفكر ازاي وبتعمل ايه، فدي حاجه very interesting. التمثيل قوى ايه في شخصيتك؟ الصبر قوه التحمل اكيد. ايه اكتر دور لعبتيه مفضل ليكي؟ ساره حبيتها قوي، يعني ساره I connected with her، يعني حبيت ساره قوي واثرت فيا جامد قوي بعد ما ماتت في اخر حلقه. يعني فضلت شويه متضايقه. يعني هل الاذاعه مع التمثيل شيء صعب؟ صعب جدا، لانه هما عكس بعض تماما. يعني طريقه الالقاء غير طريقه ان انت تمثلي بحاجه حاسه. لو ما كنتيش مذيعه ولا ممثله تختاري تكوني ايه؟ يعني يا اما هبقى مثلا كوتش رياضه يعني، او نيوتريشنست برضه. حاجه اتغيرت فيكي بعد الشهره؟ يعني انا مش عايزه اعيش ده، لاني بحس ان انا يعني بتبقي دايما مستنيه تعملي الصح، ولازم ان انت تبقي دايما في الحته دي وتعرفي ان انت تفضلي عند حسن ظن الناس، فما بحاولش قوي افكر فيها لانها بتتعبني. شايفه نفسك في الاذاعه اكتر ولا التمثيل؟ والله زمان كنت طبعا شايفه نفسي في الاذاعه، لان انا اصلا اتعرض عليا التمثيل من قبل ما ابتدي ب10 سنين، وكل مره بقول لا 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 نو واي، انا مش هبقى ممثله عمري، انا مذيعه بس. وكان دلوقتي لا، انا حابه ان انا اعرف اثبت نفسي اكتر، اطور من موهبتي اكتر في التمثيل، ابقى اشطر. سؤال ال50 بقى، انبسطتي في اسئله شاي 50؟ انبسطت جدا في الاسئله دي. هل في يوم هتقرري انك انت تمثلي بس او تبقي مذيعه بس؟ مش قادره اخد القرار ده لسه دلوقتي. يعني فيها حاجه حلوه في الاذاعه يعني، فمش قادره اخد القرار ده دلوقتي. ممكن اخده في يوم من الايام، بس حاليا لا، مش هاخده.